عبد الله العمري داخل منطقة الجزاء، الكرة ملعوبة مرسلة إلى تاليسكا. بورتو مع الكرة، الانطلاقة من الجهة اليمين، العرضية في منطقة الجزاء، التسديدة مرت إلى خارج بورتو. إيفان خايمي بالإضافة إلى إيفان ماركانو نيكو غونزاليز. الكرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء خطيرة، والمحاولة العقيدي تدخل تعود بالخلف مع تراجع من عناصر النصر بهذه الأثناء، التراجع للوراء من العناصر النصراوية للحفاظ على مرماهم. الكرة اللعب داخل منطقة، تدخل من أليكس تيليس ممتاز. أليكس نقلة في دائرة وسط الميدان لمصلحة الفريق النصراوي اللي يحاول مرة أخرى أن يهدد مرمى بورتو بعدما فعل ذلك تاليسكا. الكرة ملعوبة عرضية إلى ساديو ماني، التدخل من كلاوديو وصلت كانت إلى حارس المرمى كلاوديو راموس، لكن أيضا حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل على أوتافيو بهذه اللقطة. أكثر من ربع ساعة عند الكرة في الجهة اليمين، العرضية الرأسية، الكرة السريعة كانت لمصلحة بورتو على الجهة اليمين. هذه الكرة المرسلة إلى جواو ماريو ثم نيكو غونزاليز، لعب الكرة برأسية. كان حقيقة المدافعين في الفريق النصراوي بعيدين عن التغطية، التمركز الخاطئ بالنسبة لعناصر الدفاع في الفريق النصراوي تسبب بهذا الهدف الذي جاء بواسطة نيكو غونزاليز الذي كان وحيد اللي أصبح يستحوذ على الكرة بشكل أكبر. الآن الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء، إلى محاولة وتسديد تغطية بهذه اللقطة. تمكن البورتو من إضافة ثاني الأهداف الآن في المباراة، أصبحت النتيجة 2-0. شوف الكرة مرة أخرى، التقدم من إيفان خايمي الذي بعد ذلك تمكن من تسديد الكرة بهذا الشكل وبإتقان ليضع الكرة في شباك نواف العقيدي، معلنا عن تقدم الكبير وصاحب السجلات الكبيرة على مستوى كرة القدم البرتغالية، وهو ثاني أكثر الفرق تحقيقا للألقاب على مستوى البرتغال وأنجحها بالنسبة للألقاب. عن بعض التفاصيل القانونية في مباراة تجريبية، الكرة اللعب إلى محاولة واصلة باتجاه حارس يا ساتر. شوط المباراة الأول، هذه الكرة مرة أخرى علي جامي بعد الكرة، أوتافيو ربما عالقة في ذاكرته أو عالقا في ذاكرة شعار بورتو حينما كان يلعب لبورتو. الذي يتابع المباراة، الكرة اللعب عرضية إلى رأسية لكنها مرت إلى خارج. جميل الأمر حينما يحدث في مباريات تجريبية، لا شك أنها هذه المباريات ما جاءت إلا من أجل تصحيح الأخطاء قبل انطلاقة الموسم. الكرة اللعب عرضية ساقطة لمصلحة النصر لكنها مرت باتجاه في هذا الشوط. الكرة اللعب لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، لكنها تسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية في محاولة إلى أن يسجل لنفسه أولوية معها. الكرة اللعب بالراس لكنها في شوط المباراة الأول، الكرة فيها ركلة ركنية ملعوبة بالراس واصلة باتجاه الغنام وأرضية الملعب. الغنام في فرصة من داخل منطقة الجزاء، كانت فرصة رائعة، الغنام أبعدها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. كان يحتاجها النصر يا سلطان، كان يحتاجها النصر يا غنام. هذه الكرة اللي مرة بورتو ينطلق في آخر ثواني شوط المباراة الأول بعد أن احتسب حكم المباراة السيد جواو دقيقتين وقت بدأ ضايع الكرة لبورتو من منطقة الجزاء. الإبعاد ثم التسديد. حكم المباراة يعود إلى تقنية الفيديو بعد السقوط في الكرة الماضية. إيفان خايمي، هل سقوطه كان يستوجب ركلة جزاء في هذه اللقطة؟ شوف الصورة أمامك من جديد. دخول مباراة السيد جواو بعد العودة لتقنية الفيديو أشار إلى وجود ركلة جزاء دار في شوط المباراة الأول محرجا لكاسترو. الكرة اللعب لكن مجددا أيها السيدات والسادة نعود وإياكم مرة أخرى إلى ملعب دراغاو، ملعب نادي بورتو، شوط المباراة الثاني بعد أن تابعنا وإياكم في أحداث شوط المباراة الثاني بالعشر دقائق الملعوبة في هذا الشوط. النتيجة ب4 أهداف مقابل لا شيء. الكرة اللعب على الجهة اليسار عرضية في منطقة الجزاء والتسديدة من أيمن يحيى لكنها
الكرة تلعب لبورتو على الجهة اليسار، محاولة وانطلاقة في الطرف الأيسر عن طريق نيكو غونزاليز، واحد من اللاعبين اللي تسول في انطلاقه بالامام. بروزوفيتش يحاول اللحاق بالكره، يتسبب في مخالفه بروزوفيتش وبطاقه صفراء. بروزوفيتش اذا تسبب في بروزوفيتش مستحقا للمخالفه في هذه اللقطه، لكنهم يشيرون الى وجود مخالفه سابقه كان يستحقها النصر. هذه الكره اللي تسبب فيها بروزوفيتش في منطقه الجزاء. غريب يلعب كرة إلى أوتافيو، أوتافيو بعرضية باتجاه